اهلا بيكم في رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا رب وبخير. النهاردة انا عارفة ان احنا البيت هيبقى زحمة جدا. بنعمل حاجات كتيرة وطلبات كتيرة جدا ورانا، يا اما بننظف البيت، يا اما بنعلق الزينة بتاعت رمضان، يا اما بقى بنفكر في الاكل بتاع الشهر كله. ولو بقى عاملة عزومة فانت اكيد بتفكري في الناس اللي هتعزميهم بكرة وهتقدمي لهم ايه، وعايزة كل حاجة تطلع بأحسن شكل ممكن. انا عارفة ان انتي دلوقتي عندك لستة من المهام ملهاش حرفيا اول من اخر، وفي جواكي كده صوت بيقولك يا ترى بقى انا هلحق النهاردة حتى اول يوم، هلحق اصلي صلاة التراويح؟ يا ترى بقى هقدر ابدأ كده البداية القوية اللي انا عايزاها من اول رمضان؟ يا ترى رمضان هيخلص السنة دي زي ما كل سنة بيخلص وانا بلف في نفس الدوائر اللي انا بلف فيها وما بلحقش اظبط العبادات بتاعتي؟ عشان كده انا قررت ان احنا نبدأ النهاردة قبل الزحمة عشان نظبط البوصلة بتاعتنا قبل ما المركب تمشي. النهاردة عايزة اكلمكم عن اصل الحكاية، اللي هي الفرق ما بين النية والهدف. احنا دايما متعودين ان احنا نحط اهداف لرمضان: هختم القرآن مرتين، هعمل صنفين في كل يوم في الاكل، مش هزعق خالص لولادي، وهبقى هادية وهبقى جميلة. الهدف حلو وجميل، وانا موافقاكي انك تحطي اهداف، لان احنا كبشر بنحب نحط اهداف علشان نحس بالانجاز في حياتنا. بس مشكلة الهدف ان هو بيبقى حمل اضافي عليكي. لو يوم تعبتي او اولادك تعبوكي شوية ومحققتيش الهدف، بتلاقي نفسك بتدخلي فورا في جلد الذات، وتحسي ان انتي فشلتي، وتحسي ان انتي خلاص انا هسيب كل حاجة انا بدأتها. النية بقى ليها شكل مختلف تماما. الهدف دايما بيكون حاجة خارجية برانا ونقطة في المستقبل عايزة اوصلها، لكن النية بتبقى داخلية، حالة انا عايشة فيها دلوقتي جوايا جوا نفسي. الهدف بيبقى كأنه سباق عايزة اوصل فيه لنقطة، لكن النية بتبقى كأنها بوصلة. لو تهت في السكة البوصلة دي هترجعني تاني بمنتهى اللطف ومن غير اي قسوة. هنا بقى خليني اقولك على سر صغير بيخلي النية دي تشتغل صح. النية مهم انها تبدأ وتخلص عندك انتي. اوقات بنغلط ونحط النية كده شكلها حلو من بره، بس هي في الحقيقة بتبقى هدف بيضغط علينا برضو. زي مثلا لما ام تقولي انا نيتي ان ولادي السنة دي يحبوا الصلاة قوي في رمضان، دي في الحقيقة مش نية، ده هدف، ومرتبط كمان الهدف ده بحد تاني ان هو اللي يحققه وينفذه. فلما ابنك يكسل عن الصلاة هتتحولي فورا لجلاد بينتقد نفسه وبيلوم نفسه من جوه. هتبدأي تقولي بقى جمل زي أنا مقصرة، أنا مش عارفة أربيهم، أنا مش بعمل الدور بتاعي، أنا مش هخليهم يقربوا من ربنا. بتحسي إن المسؤولية كده بتبقى تقيلة قوي 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 جواكي. لو احنا عايزين نحول الهدف ده نخليه نية حقيقية، ساعتها بدل ما اقول ان انا عايزة ولادي يحبوا الصلاة في رمضان، طب ما نخلي النية ان هما يستشعروا وجود ربنا في رمضان. او ممكن نخليها نية احلى واحلى لو احنا هنربطها بنفسنا بس، ان انا اللي استشعر حب ربنا في رمضان في تفاصيل اليوم بتاعتي. لما انتي تستشعري الحب ده نبرة صوتك هتتغير وانتي بتحكي لهم عن ربنا، هدوءك في التعامل مع شقاوتهم هيتغير. الحب ده هيتنقل لهم بالعدوى، على فكرة كأنك بتعديهم بالظبط ان انتي زي ما بتحبي ربنا هما كمان هيحبوه، مش بالضغط عليهم. شايفين الفرق عامل ازاي؟ النية بتخليكي عايزة تركزي على مساحتك انتي، ومساحتك دي على فكرة هي اكتر حاجة بتأثر في البيت كله. عشان كده انا دايما بشوف ان النية اقوى بكتير من الاهداف. النية قوية لان هي بتبقى طاقة جواكي. لما بتنوي ان رمضان الشهر ده يكون شهر سكينة، فلو حصل موقف والولاد قلبوا الدنيا وضايقوكي، بدل ما تجلدي نفسك ان انتي اتعصبتي، هتلاقي ان النية اللي جواكي بتفكرك على فكرة انا نيتي الشهر ده هي السكينة. فده هيخليني ارجع للحالة دي جوايا دلوقتي. النية بتتحقق بان انا استقبل، والاستقبال هنا معناه ان انا اشوف حب ربنا مثلا في تفاصيل اليوم بتاعتي، برغم الضغط والوجع والألم اللي انا ممكن اكون حاسة بيه.
مش بالمعافرة والضغط. خلي بالكوا ان ربنا دايما بيحاسبنا على السعي بتاع قلوبنا والنوايا اللي جوه قلوبنا، مش على عدد الاطباق اللي احنا غسلناها ولا عدد الركعات اللي احنا صليناها واحنا مشتتين ومضغوطين وورانا حاجات كتيرة. انا عايزة منك النهاردة تمرين بسيط جدا. النهاردة هتقعدي مع نفسك دقيقتين بس وهتسألي قلبك، هو انا عايزة اخرج من ال30 يوم في رمضان بحس بايه؟ اختاري كلمة واحدة بس، الكلمة دي هي هتكون النية الأساسية بتاعتك في رمضان. هل عايزة أخرج من رمضان ال30 يوم وأنا حاسة إن أنا خفيفة عشان أرحم نفسي من فكرة المثالية والكمال، ولا أنا عايزة أخرج ال30 يوم دول بشعور إن أنا عندي قبول عشان أقبل إن أنا ممكن أكون أحيانا كإنسانة بأثر وأقبل ولادي زي ما هم بشقاوتهم وبمشاكلهم، ولا أنا عايزة نيتي الشهر ده إن أنا أحس باللطف عشان تبدأي تبطلي الصوت القاسي اللي جوه دماغك اللي بيجلدك دايما. اكتبي الكلمة دي في نوت بوك أو حتى على مراية قدامك بتشوفيها كل يوم، أو ورقة صغيرة وهتعلقيها على حاجة بتشوفيها على الحيطة قدامك، وخليها هي الترمومتر أو البوصلة أو الميزان بتاعك. افتكروا ان احنا مش في سباق مع حد ولا في امتحان أمومة في رمضان. بكرة ان شاء الله هقولك ازاي تعرفي نيتك دي بقى نية حقيقية فعلا، ولا ده فخ جديد وهدف مستتر وعامل نفسه نية. استمتعوا النهاردة بتحضيرات رمضان وعلقوا الزينة وافرحوا واتبسطوا. رمضان كريم عليكم، بحبكم جدا، وان شاء الله رمضان كريم يا رب عليكم في سعادة وفي طاعة بإذن الله.